السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. النادي الأهلي يستقر على عدم قيد اللاعب أحمد قندوسي في قائمة كأس العالم للأندية بالرغم من احتمالية لحاق اللاعب بالفريق في حالة الوصول لمرحلة نصف النهائي. مصدر من الأهلي: برونو سافيو مستمر مع الفريق ولا نية لبيعه أو الاستغناء عنه نهائيا، ومارسيل كولر عقد جلسة مع اللاعب وأكد له أن الفترة القادمة هي فترته. بعد 5 مباريات بدون تحقيق الفوز، الزمالك يفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف، وبيراميدز يتعادل مع سيراميكا كليوباترا ليتسع الفرق بين النادي الأهلي المتصدر وبيراميدز في المركز الثاني إلى 6 نقاط مع فارق مباراة مؤجلة للنادي الأهلي. إمام عاشور أصبح قريب من الاحتراف إلى الدوري الدنماركي بنسبة تتخطى 95% مقابل 3 مليون دولار قيمة الصفقة، وراتب اللاعب عن أول موسم 900 ألف دولار. هاني حتحوت: الزمالك أعطى نادي البنك الأهلي شيك بدون رصيد مقابل الحصول على خدمات ناصر منسي والصفقة باظت. مسؤولي بيراميدز يبلغوا الزمالك تمسكهم ببقاء عبد الله السعيد وأن اللاعب غير متاح للبيع نهائيا. الأهلي: هناك محاولات أخيرة لحسم صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن، ولم نتفاوض مع عدي الدباغ مهاجم أروكا البرتغالي. هناك أسماء معروضة بالفعل على الأهلي تحت السن، وكولر وافق على ضم أحدهما بالفعل، ولكن ضيق الوقت قد لا يسعف إدارة النادي في حسم الصفقة. صدق أو لا تصدق، مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لإدارة الزمالك لمناقشة عودة فيريرا للإدارة الفنية للفريق مرة أخرى. نصور الأهلي تتألق، مصطفى سعد ومحمد مغربي يقدمون أداء مميز في الظهور الأول مع سموحة ويساهمون في فوز الفريق على إنبي بهدفين، ومصطفى سعد حصل على جائزة رجل المباراة. اتحاد الكرة: الزمالك ممنوع من القيد في فترة الانتقالات الشتوية حتى يتم سداد 25% على الأقل من الأموال المتأخرة، ولن يتم قيد أي لاعب لأي نادي قبل أن يدفع 25% من المديونيات مع جدولة باقي الديون. بعد هزيمة فيوتشر أمام الزمالك، الأهلي الآن أصبح هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن. عبد الحكيم سرار رئيس وفاق سطيف: الكلام الذي قاله رئيس الزمالك مرتضى منصور بحقي تعودت عليه من الصغار. أنا أحترم الزمالك ولكن ليس لي علاقة بهذا النادي. إذا كنت أختار بين الأهلي والزمالك فبالتأكيد سأختار الأهلي. كثيرا من الجزائريين وأنصار وفاق سطيف يحبون النادي الأهلي، وسيزيد مناصرين من وفاق سطيف للأهلي بعد انتقال قندوسي. بيان اتحاد كرة القدم: عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، إيقاف التعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد في حال استمرار تلك التجاوزات. مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصادرة من قناة الزمالك. تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء التحكيم الأجانب، وجاري التفاوض معهم لتولي رئاسة لجنة الحكام المصرية. الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش والخبير التحكيم الإنجليزي كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق. بهدف عبد الرزاق حمد الله، اتحاد جدة السعودي ينتصر على الفيحاء ويتوج بطلا للسوبر السعودي. كريستو: تأقلمت سريعا مع الفريق ونسعى لتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية. اشتباك بالألفاظ بين مرتضى منصور وأحمد فتوح، واللاعب أخذ حقيبته وغادر إلى منزله، واللاعب يطالب الزمالك بالرحيل عن النادي بعد إهانته أمام العالم ووصفه بالمدمن، وينتظر نتيجة تحليل العينة التي تم إرسالها للبرتغال، وفي حالة ثبوت العينة سالب سوف يتوجه اللاعب إلى اتحاد الكرة ويطلب بفسخ عقده فورا والرحيل عن النادي.
إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في طريقه للانتقال إلى أحد أندية البرتغال، وبيراميدز يتعاقد مع مهاجم أفريقي سيتم قيده على حساب فخر الدين بن يوسف. محمد صلاح لاعب الزمالك السابق، التجارب السابقة ترجح عودة إمام عاشور إلى النادي الأهلي، وحدث ذلك أكثر من مرة من قبل. وصفقة القندوسي صفقة جيدة، ولكن الأهلي كان في حاجة إلى مدافع لوجود 4 لاعبين في خط الوسط. بعد انتقاده لرئيس الزمالك خيري رمضان، مرتضى منصور كلمني في التليفون وما ردتش عليه لأنه كان هيشتمني، وأنا مفيش بيني وبينه أي حاجة شخصية ويهمني فقط مصلحة نادي الزمالك. وجمال علام رئيس اتحاد الكرة لخيري رمضان: أنا اتشتمت بأمي وأنا راجل صعيدي، ولو عليا استقيل واخد حقي، ولكن أنا راجل مسؤول سياسي الآن. أيمن أشرف: الأهلي هو عملاق القارة الأفريقية وكبير الأندية المصرية، هدفنا نحقق إنجاز جديد في هذه النسخة من كأس العالم، ونشعر بالدعم الجماهيري لنا طوال الوقت، وننتظرهم دائما خلفنا في المدرجات. اتحاد الكرة يوضح: إيقاف التعامل مع مرتضى منصور بما يعني عدم استلامه للجوائز إذا وجدت، ولا يظهر في المحافل التي ينظمها اتحاد الكرة أو حضور الجمعيات العمومية. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.